أغلب الناس فاكرة إن البرمجة صعبة وإنها مش لأي حد. بس السؤال الحقيقي، هل ده فعلا صح؟ ولا ده مجرد كلام بنقوله لنفسنا؟ في الفيديو ده هنعرف هل البرمجة فعلا صعبة ولا الموضوع أبسط مما أنت متخيل. بس قبل ما تجاوب على السؤال ده، عمرك فكرت الكمبيوتر اللي قدامك ده بيشتغل إزاي؟ تعال نبسط الموضوع عشان تفهم الكمبيوتر ده بيشتغل إزاي بمثال بسيط جدا. لو جبنا آلة حاسبة وكتبنا عليها رقمين وادينا لها معاملة جمع، تمام؟ فطبيعي ايه اللي هيحصل؟ الآلة حاسبة هتديني الناتج في الآخر، اللي هو مثلا 2 زائد 2 هتديني 4، تمام؟ بكل بساطة الكمبيوتر بيشتغل بنفس ال3 خطوات اللي بتشتغل بيهم الآلة حاسبة. طيب ازاي؟ تعالى وانا هفهمك. أول حاجة المدخلات ان انا اي حاجة بكتبها للكمبيوتر زي الرقمين اللي انا بكتبهم للآلة حاسبة، تمام؟ طيب تاني حاجة اللي هي عملية المعالجة اللي الكمبيوتر بيعملها، نفس بالظبط عملية المعالجة اللي الآلة حاسبة بتعملها لما انا بقول له 2 زائد 2 عشان يديني في الاخر النتيجة واللي بنقول عليها المخرجات. الزائد اللي احنا كتبناها للآلة حاسبة اللي هي بتاعت المعاملة، دي هي اللي بنسميها عملية المعالجة، تمام؟ الكلام ده هتفهمه قدام وهتفهم اكتر المعالجة بتتم ازاي او بتتعمل ليه اصلا، تمام؟ بس السؤال هنا، الكمبيوتر بيفهم الكلام ده ازاي؟ هل بيفهم زينا كده؟ زي ما انا بكلم محمد واقول له ازيك عامل ايه، هو بيرد عليا ويقول لي الحمد لله، اللي هو فاهم اللغة اللي انا بكتبها واللي انا بتكلمها؟ ولا هو ليه لغة معينة؟ عشان كده انا هجاوبك هنا، تمام؟ في الحقيقة الكمبيوتر مش بيفهم غير حاجة واحدة بس، واللي هي الزيرو والواحد، اللي بنسميها الباينري او النظام الثنائي، تمام؟ ليه بالذات يعني اختاروا الزيرو والواحد؟ بكل بساطة لأن الكمبيوتر من الداخل عبارة عن ملايين من الدوائر الكهربائية اللي بتتسمى الترانزستورات، تمام؟ هتقولي انت دخلتنا في الفيزياء ومش عارف ايه. لا يا عم لا، خلينا في البرمجة. طيب ازاي برضو بيفهمش غير الزيرو والواحد وازاي نعرف نفرق؟ طيب خليني اوضحها لك بمثال بسيط. لمبة الكهرباء اللي عندك في الأوضة، تمام؟ علشان أشغلها بتك على الزرار إن هو يبقى أون، علشان اللمبة يبقى فيها موجة كهرباء معدية، تمام؟ إن هو يقرأ موجة كهرباء علشان يشغل لي اللمبة، تمام؟ تمام. طيب عشان أفصلها بخلي الزرار أوف، إن هو يمنع موجة الكهرباء، إشارة الكهرباء تعدي علشان اللمبة تفصل، تمام؟ ده نفس اللي بيحصل في الكمبيوتر بالظبط. بياخد الكلام اللي انت كاتبه ده وبيحوله لإشارات علشان يفهم إذا كان في إشارة كهرباء جاية ولا لأ، تمام؟ طيب احنا ازاي بنعد في النظام الثنائي؟ خلينا نوضحها لك من الجانب بتاع النظام العشري. في النظام العشري لما بنوصل واحنا بنعد للرقم 9 بيتفتح لنا خانة جديدة واللي هي بتاعة العشرات، تمام؟ في نفس النظام الثنائي لما بنوصل لرقم 1 بيتفتح لنا خانة جديدة، تمام؟ عشان مفيش، يعني مفيش بعد الواحد، هو يا زيرو يا واحد، تمام؟ طيب ازاي احنا بنعد في النظام الثنائي؟ في النظام الثنائي كل خانة بتمثل مضاعفات الرقم 2. ازاي؟ بص للمثال ده علشان تفهم اكتر يعني ايه كل رقم او كل خانة في النظام الثنائي بتمثل مضاعفات الرقم 2. طيب دلوقتي احنا هنستخدم الاتنين ديت ان هي الرقم الاساسي، تمام؟ تمام. طيب انا عشان اخلي الواحد يعني عشان اخلي الاتنين ديت بتساوي واحد في المضاعفات، لازم الاتنين ديت يكون الأس بتاعها صفر علشان تساوي واحد. في نفس برضه عشان أخليها تساوي 2
لازم الاتنين ديت يكون الأس بتاعها واحد. برضو عشان أخليها أربعة لازم الاتنين ديت يكون الأس بتاعها اتنين. تمام. معنى كده إن أنا ما عنديش أصلا في النظام الثنائي أرقام فردية غير اللي هي الواحد فقط. الواحد فقط هو الفردي، وبعد كده كله بيبقى زوجي: اتنين، أربعة، تمانية، 16. تمام. يعني عشان أوضحها لك أكتر، أي رقم بنضربه في اتنين. يعني مثلا الأربعة في اتنين هيدينا تمانية. تمام. والتمانية في اتنين هيدينا 16. برضو والستاشر في اتنين هيدينا 32. نفس النظام زي ما بنقول الاتنين أس اتنين هيدينا أربعة، الاتنين أس تلاتة هيدينا تمانية، الاتنين أس أربعة هيدينا 16. هي نفس الفكرة. عشان أوضح لك الصورة أكتر. تمام. تعالى ناخد مثال بسيط. لو أنا عايز أكتب رقم 13 بالنظام الثنائي، الإجابة بكل بساطة هشوف إيه الأرقام اللي لو هضاعفها في اتنين هضاعفها في الاتنين ومجموعها هيكون 13، واجمعها على بعضها. هنيجي نبص، هنلاقي اول حاجة 2 أس 0 هتديني واحد، كده كده انا محتاجه. تمام. زائد ال2 أس 1 هيديني 2، في الغالب انا مش محتاج الاتنين. تمام. فانا مش هاخدها، هنخلي مكانها صفر. تمام. هنقول له زائد تاني ال2 أس 2 هيدينا 4، انا محتاج الاربعة. تمام. هنقول له 4 زائد ال2 أس 3 هيديني 8، وفعلا أنا محتاج التمانية، علشان 8 زائد 4 هيديني 12 زائد واحد هيديني 13. وده هيكون شكلها واحنا كاتبينها بالنظام الثنائي. تمام. تمام. كده الصورة وضحت أكتر من الأول. هنخش في الجزئية أهم، واللي هي وحدات القياس المستخدمة في الكمبيوتر. احنا عندنا وحدتين قياس مستخدمين في الكمبيوتر: البت والبايت، اللي هما أهم وحدتين قياس بيستخدموا. طيب، ايه هو البت؟ البت هو أصغر وحدة في الكمبيوتر، اللي هي يا إما الزيرو يا إما الواحد. طيب والبايت؟ البايت عبارة عن 8 بت جنب بعض، يعني بيكون شكلهم زي ما هو في المثال ده كده: 1 0 0 1 1 0 1 1. تمام. بيكون البايت عبارة عن 8 بت. تمام. تمام. طيب، معنى كده إن أنا لازم أكتب كل حاجة بالزيرو والواحد؟ أكيد لأ، وإلا الموضوع كان هيبقى صعب ومستحيل تماما. عشان كده ظهرت حاجة اسمها لغات البرمجة. طيب، ايه هي لغات البرمجة؟ لغات البرمجة دي ببساطة طريقة سهلة نكتب بيها أوامر للكمبيوتر علشان يفهم علينا. عايز الكمبيوتر يعمل مهمة معينة، فأنا بتواصل معاه من خلال لغات البرمجة علشان يعمل المهمة ديت. وعشان كده في الكورس ده هنتعلم مع بعض أساسيات البرمجة باستخدام السي بلس بلس من الصفر خالص، خطوة بخطوة. وكمان في الفيديو اللي جاي هنثبت بيئة البرمجة على الجهاز بتاعنا، وناخد أول خطوة حقيقية في عالم البرمجة. ولو أنت لسه شايف إن البرمجة صعبة، كمل معايا الفيديوهات اللي جاية علشان تعرف بنفسك. وفي النهاية كل حاجة بتبان صعبة في الأول لحد ما بنفهمها، فما تصعبهاش على نفسك. ما تنساش في الكومنتات تقولي ايه أكتر حاجة أنت كنت فاكرها صعبة في البرمجة. وسلام، نشوفكم في فيديو جاي.